السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ بعد ما تنفصل عن الشخص اللي انت كنت على علاقة معاه وتلاقيه عايز يرجع لك، هقولك على مجموعة من المعلومات، منها الجيدة ومنها المعلومات السيئة. يلا بينا. اول علامة بعد ما تنفصل عن الشخص وتلاقيه عايز يرجع لك، هنا يحس بالغيرة او يحس انه هيخسرك اول ما يشوفك مع شخص اخر، او يشوف شخص اخر يحاول يقرب منك. هنا يحس ان هيفقدك للابد، يحس انك مش ملكه لوحده. هيلاقي نفسه ان يحاول يقرب منك او يحاول يرجع لك. طبعا القرار قرارك انك تقبل ترجع لذلك الشخص او تكمل مع الشخص الجديد اللي اتعرفت عليه. العلامة التانية ان الشخص تلاقيه عايز يرجع لك وبشدة، هي معاملتك معاه. يعني بعد ما تنفصل عن ذلك الشخص وتلاقيه تعرف على اشخاص اخرين، بالرغم انه تعرف على اشخاص غيرك، لم يلاقي ابدا شخص يعامله مثلك، ولم يلاقي شخص يهتم بيه، ولم يلاقي ابدا شخص يحبه بصدق زيك انت بعد ما اتعرف عليهم كلهم، ولم يلاقي شخص افضل منك تلاقيه يحاول يرجع لك وفي اسرع وقت ممكن. العلامة التالتة احساسك بالوحدة اول ما تكون مع الشخص في علاقة، وخصوصا مدة طويلة، فانت بتتعود عليه وبيبقى جزء مهم في حياتك، واول ما بيختفي فبيبدأ احساسك بالوحدة. هو ده نفسه اللي بيحصل عند ذلك الشخص مع مرور الوقت، يحاول يتصل بيك لانه احساسه بالوحدة فبيتزاد، يحاول يرجع لك لانه تعلق بيك، لانه تعود عليه. العلامة الرابعة من اكتر الاسباب تخلي الشخص عايز يرجع لك وبشدة لحبيبي قصادك، هو احساسه بالندم اول ما يقعد مع نفسه ويحس انه ندمان جدا لانك ضعت من ايده. اذا كنت في علاقة سابقة مع شخص جيدة جدا ومش انت الغلطان، فبينه وما بين نفسه يحس بالندم لانه سابك. يحاول يكلمك او يرسل لك رسالة على الواتس او على الفيسبوك او يتصل بيك، يحاول يبقى موجود في الاماكن اللي انت موجود فيها، يحاول يرجع لك ويتخلص من احساسه بالندم. العلامة الخامسة ومن العلامات السيئة اللي تلاقي الشخص عايز يرجع لك، محاولته السيطرة عليك، خصوصا من خلال الشخص هو اللي انهى العلاقة. يعني تلاقي نفسك انفصلت عنه وهو اللي قرر الانفصال بعد مرور فترة معينة، ان يحاول يقرب منك ولكن عايز يسيطر عليك. يعني عايز يرجعك من جديد بس بشروطه الخاصة. يعني هيفرض عليك حاجات وهيمنعك من حاجات. يعني هيقول لك اعمل ده وما تعملش ده، كلم ده وما تكلمش ده. يعني هيحط لك شروط من اجل الرجوع. يعني هو استعمل الانفصال فقط علشان يسيطر عليك كليا. العلامة الستة اللي تخلي الشخص عايز يرجع لك، لما يكون لي معاك ذكريات كتير جدا، ذكريات جميلة جدا، ومش قادر ينسى الذكريات ومش قادر يوقف التفكير فيها، لأن إحساسه يدفعه بالحنين إليك واللهفة والحب. يحاول إنه يرجعك لأنه لم يتقبل فكرة إنه انفصل عنك، ومازال يحتفظ بالذكريات ويفكر فيها طول الوقت، ويلاقي نفسه ان نفسه يرجع لك من جديد. العلامة السابعة رفضك للشخص، بمعنى لانك انت نهيت العلاقة، لانك انت اخترت الفراق، فذلك الشخص رفضك ليه لم يتقبل. كل ما رفضته اكتر كل ما هتوجعه اكتر، كل ما يعوز يرجع لك اكتر لانه يكون في علاقة معاك اكتر، لان عايز يثبت لنفسه ان هو ما بيترفضش وانت بالنسبة له عقدة.
فلازما يحلها. شاركت معاكم 7 علامات، واكتب لي في التعليقات ايه اكتر سبب يخلي الشخص اللي سبته عايز يرجع لك. واذا كنت اول مرة تشوفني، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير.